السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ميني بسطيله او بسيطلات صغارين بالحوت، كيجيو لذاذ بزاف بواحد الطريقه سهله وناجحين وكيجيو لذاذ ومعلكين. الا كنتي فايته مجربه بسيطلات ولا ما عمرك جربتيهم، جربي هذه الطريقه، اكيد غادي تحماقي عليهم، كيجيو لذاذ بزاف ومعلكين. خليكم مع الوصفه وما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم، الله يجازيكم بخير. اول حاجه كناخذ واحد الكسرونه اللي كنوضع فيها القشور ديال القمرون اللي نقيته. عندي فقط ربعه ديال القمرون 250 غرام. قشرتها من سميتو، قشرت لها القشور وضعتهم في واحد الكسرونه. درت 2 اوراق من ورق الرند، شويه د الملحه والماء، وغادي نحطها فوق البوطه اغلى. بالنسبه للشرموله عندي واحد القبيطه صغيره خليط ما بين القزبر والمعدنوس، 3 الفصوص من الثوم، واحد ربع ديال الحامض مصير. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاج نصف ملعقه من الابزار، نصف ملعقه من سكينجبير، وكذلك نصف ملعقه من الفلفل الاحمر، ممكن ما تستعملوش. وغنستعمل رويس ديال الملعقه هكا ديال الكمون، وكذلك الهريسه. انا هنا كانت عندي غير هذه، ما عنديش الاخرى، واستعملت منها تقريبا ربع ملعقه كبيره من صلصه الصوجا، وشويه ديال صلصه الطماطم تقريبا 2 معالق، وزيت الزيتون تقريبا 3 ديال المعالق. هنا البنات كنت تسحب لي درت الخرقوم، غادي ندير نص معلقه راني نسيتو. وكنضيف هذه الاضافه كتجي صراحه لذيذ بزاف بلا موطاغ. كنزيد واحد الملعقه صغيره ديال لا موطاغ، كتجيب واحد التعليكه، واحد المذاق زوين في سميتو في البسيطلات ديالنا. وغادي نضيف لهم شويه د الماء هكا، واحد ربيع ولا ما كاملش ديال الكاس. وكنطحن هاد الشرموله مزيان كما كتشوفوا. ها نتوما هذا هو الشكل ديالها، كطحن مزيان هكا. الشرموله ديالنا ها هي واجده، نخليها جانبا. وغادي ندير الشعريه الصينيه او الفيرميسيل، غادي نوضع هنا 2. وغادي من بعد ما غلى هذا القشور ديال القمرون والكروفيت كنصفيهم وكنوضعهم على الشعريه الصينيه، وكنخليها حتى كتشرب لينا هذا الماء مزيان. بالنسبه لانواع السمك اللي غنستعمل، غادي نستعمل نص كيلو من البانغا، ممكن المهم حوت ابيض يكون هكا بحال الصدر ديال الدجاج ناشف. وهنا عندي فقط 250 غرام من السيبيا ولا الكالامار، استعملوا اللي متوفر، و250 غرام من القمرون اللي قشرته. اول حاجه كناخذ هكا هكا ديك الشرموله. بالنسبه لهذا سميتو غندير فيه 2 معالق. هذا سميتو لانه نصف كيلو، غندير فيه 2 معالق صغار، والما باقي كندير فيهم معلقه صغيره في كل حاجه. ماشي بالضروره تستعملوا هذا النوع، ممكن تستعملوا اي نوع، المهم هو يكون نوعيه هكا اللي كيكون ناشف، حوت ناشف بحال صدر الدجاج. انا كنستعمل هذا النوع صراحه حيت ما فيهش الشوك وكيكون مزيان هكا، كيجي حتى زوين. كنشرملوه هكا مزيان. الا عندكم الوقت خليوه، ما عندكمش ماشي مشكل، استعملوه ديك الساعه نيت. بالنسبه لي انا حضرته ديك الساعه. هنا في واحد المقلاة درت شويه ديال الزيت تسخن، غير شويه ديال الزيت، وغنوضع فيها هاد القطع ديال السمك يطيبوا. ممكن الا ما بغيتوش ديروا لهم هذه الطريقه، ممكن توضعوهم في صفيحه ديال الفرن، دهنوها بالزيت وشويه ديال الزيت من الفوق وتدخلوه للفران، ممكن يعني على حسب الاختيار ديالكم. انا غندير هكا لان هاد المقلاة غادي نطيب فيها كل شيء باش كل حاجه كتطلق هذيك النكهه ديالها، وكنزيد نطيب فيها حاجه اخرى وكتجي صراحه مزيانه. المهم انا غير قلت لكم الا بغيتو تستعملوا حتى الطريقه راه كتجي مزيانه. ممكن نبقى كنقلب فيه هكا ملي كيطيب على واحد الجهه، كنقلبوا على الجهه الاخرى كما كتشوفوا حتى كتبداو كتفرتوا فيه وكيبان لكم راه طاب. وفي هذا الاثناء غادي نزولوا، كنديروا في واحد الطبسيل. وهنا غادي ندير الكالامار ولا السيبيا اللي كديروا في الثانيه. المهم بالنسبه لهذا ما كيطيبش بزاف، غير شويه صافي كيبدا كيتحمر شي شويه كنحيدوه. تقريبا ديك 6 حتى 8 ديال الدقائق راه كافيه باش كيطيب على نار متوسطه. هنا هاد الحوت الابيض كنحاول انني نفرتو هكايا، الا كان فيه الشوك نقيوه من الشوك. بالنسبه لي انا كما قلت لكم هاد الحوت جبتو ما فيهش الشوك، غير فيه لي تيس.
كنضيف عليه الكالامار من بعد ما طاب. وفي نفس المقلاة غادي نكمل الطهي ديال باقي الوصفه. غادي نوضع ملعقه كبيره من الزبده في المقلاة. وهنا عندي 150 غرام من الفطر. ممكن تستعملوا الفطر الاسود حتى هو كيجي زوين، وممكن تستعملوا الفطر المعلب. انا عندي هنا الفطر هكا طري كنفضلو الصراحه. وغادي نضيف عليه ملعقه صغيره من الشرموله، ملعقه ديال الزبده وملعقه من الشرموله. وغادي نبقى كنطيب فيه. وكما كتشوفوا راه كان اصلا شويه ديال الزيت من اللي طالق لينا السمك واللي طيبنا فيه من قبل. من بعد ما كيطيب لينا نص طيبه الفطر كنضيف ليه سميتو هذا الكروفيت، وكنستمر في التقليب ديالو حتى كيطيب. بالنسبه للشعريه الصينيه راها ولات جاهزه معنا، صفيتها من داك الماء اللي كان بقى منها، وغادي نقطعها هكا بالمقص مزيان. حاولوا انكم تقطعوها شويه مزيان. وغنضيف ليها الشرموله المتبقيه، تقريبا بقات لي واحد الملعقه ديال الشرموله ضفتها للشعريه الصينيه. هنا من بعد ما طاب ليا الفطر والقمرون غادي نرجع ليه هذاك الحوت اللي كنت طيبت من قبل. وهنا غادي ندمج المكونات اللي عندي كامله نخلطهم. غادي نضيف ليه الشعريه الصينيه. بالنسبه للحاره البنات الا ما كان لا عندكم وليدات صغار ولا من الاحسن ما ديروش، ولا شي واحد ما كياكلش الحار، فبالنسبه لي انا كيعجبني شويه ديك الهريسه في البسيطلات كتجي صراحه زوينه. صافي كنخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها وكنحيدها على النار. كنخليها حتى كتدفى، ماشي تبرد مره. وغادي نضيف ليها الجبن الاحمر اللي كيضيف واحد التعليكه الصراحه زوينه في البسيطلات ديالنا. انا هنا تقريبا ضفت 150 غرام ديال الجبن الاحمر. وغادي نحرك الحشوه كما كتشوفوا راه باقا شويه دافيه. كنخليو الحشوه كتبرد لينا شويه، ومن بعد كندوزو للطريقه اللي غادي نقادو فيها البسيطلات. فبالنسبه لي غنستعمل هاد الورقه ديال الفيلو، صراحه كتجي زوينه كتجي مقرمشه وسهله في التحضير، يعني حيت حنا هنا ما متوفرش على ورقه البسطيله يعني اللي كتكون هكا كتجي في البسيطلات وكيتلمطوا بها مزيان. فكنفضل ورقه الفيلو صراحه كتجي زوينه. وفي هذا رمضان انا جربت بزاف ديال الورقات وكيعجبني البسيطلات بالورقه الفيلو كتجي صراحه زوينه. غير المشكل فيها انكم خاصكم تعرفوا تخدموا بها. كما كتشوفوا خديت جوج ديال الورقات والمباقي لويت عليه البلاستيك، وغادي نرجعوا البلاستيك مره اخرى لان الا خليتوها برا راه دغيا كتنشف وهكا ما غاديش تستافدوا منها وغادي غير ترميوها كتولي كلها كتهرس. هنا قسمت الورقه ديالي على 4. هنا كما كنت قلت لكم راه عندي جوج ورقات درت وحده على وحده وعاد قطعت يعني عندي 8. بالنسبه للدهن كنستعمل الزبده كندوبها وكنضيف عليها شويه ديال الزيت. هنا كتاخذ واحد التبصيل لان هاد الورقه الفيلو شويه صعيبه كتبقاو يعني غير بشويه عليكم راه كتهرس. وخديت اطار ووضعت فيه جوج ديال الورقات ديال البسطيله، عفوا ورقه الفيلو كديروا جوج باش هكا ما كتقطعش لكم. وكنبدا كنلمط فيها بهذا الشكل هذا، وكندير جوج تاني من الفوق اللي كندهنهم هكا بالزبده. دائما كتبقاو كدهنوا بداك الخليط ديال الزبده والزيت. هنا راني درت جوج مره اخرى وغادي نقلب بالطبسيل، حيت الا بغيتوا تقلبوا باليد ديالكم راه غادي تقطع عليكم. ديما استعملوا هكا طبسيل باش كتجي سهله وما كتقطعش. وكنلمطها هكا من الجهه الاخرى وكيكون هذا هو الشكل ديال البسيطلات ديالنا. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل. كما قلت لكم كندير جوج ودائما كنستعمل هكا الطبسيل باش كيجيني سهل فاش كنبغي نقلب. سينو راه غادي تلهزيتوها باليد ديالكم راه غادي تقطع عليكم. وكنوضعها في الاطار باش كيجيونا في حجم واحد. ممكن تستعملوا اي حاجه عندكم، شي هكا شي غلاقه ديال شي قرعه ولا. وهنا غادي نضيف جوج اخرين من الفوق ودائما كندهن بالزبده والزيت وكنلمطها من الجهه
الاخرى، وكنستمر حتى كنكمل الكميه كامله. كندخلها للفرن على نار اللي كتكون شويه مهيله. انا استعملت صراحه غير 150 درجه، ومن الفوق ومن التحت حتى كيطيبوا لينا وكيتحمروا وكيجيو على هذا الشكل هذا. راه كيجيو رائعين، بنان بزاف، معلكين وبنان. واخا درنا فيهم غير شويه ديال الحوت، عرفتي راه كيجيو بحال عامرين بالحوت في المذاق، لان استعملنا هذاك القشور ديال القمرون، فصراحه كيجيو لذاذ بزاف. واسمعوا لي التقرميشه ديالهم، راه كيجيو مرقين ولذاذ بزاف. ما بقى لي الا نضرب لكم موعد في الفيديو الماجي ان شاء الله. في امان الله وحفظه، الى اللقاء.